في منظر في الأوضة بتاعتي محتاج يترتب في أقرب وقت. ده شكل البوكس الأول وده شكل الفريم اللي أنا عملته معاكم. أول حاجة هاخدهم على المكتب الأول عشان أعرف أرتبهم. في فكرة كمان إن أنا أعلق عليها السلاسل بالدبابيس دي، مش عارفة أعملها دلوقتي ولا لأ. أنا مش عارفة هو إزاي بجد أعمل كده. عندي فكرة بقى للسلاسل دي ألذ من هنا وأحسن، وحاسة هتكون منظمة أكتر. لا بجد أنا قلت إن أنا ممكن أستنى، بس حاسة إن أنا ممكن أعملها دلوقتي. هزود حاجات بس يلا نعملها. عارفين البورد اللي هي دي المفروض بنعلق عليها ورق أو كده؟ أنا شفت فكرة إن إحنا ممكن نحط عليها كل حاجة بالدبابيس دي بتاعة الطرحة. انا حاسه ان انا لو قللت حاجات كتير هنا دي هعرف استخدمها اكتر. المفروض ان انا بحط الدبوس اهي، بس حاسه ان هي محتاجه تبقى بعيده عن اي طفل في العالم. مع دي ودي ودي الموضوع يعني مفيش اكتر من كده نظام. انا بجد مش بعرف البس الحاجات دي، انا مش شايفاهم اصلا. نشوف سلاسل. ده بجد دول انا معرفش ان هم هنا. دي فاكرين اللي انا عملتها في فيديو. السلسلة دي بقت لونها اتغير فمش هلبسها تاني. ده لسه الدرج ده، بس ده شوية منظم يعني. وده برضو لونهم اتغير وده اتكسر، هنشيلهم. الحاجات دي بجد عندي بقالها سنين، نصهم عندي بقالها سنين. فين الساعة؟ الموضوع بقى منظم قوي. حاسة ان هنا يعني انا لو قفلت دي كده، عايزة اوريكم من قريب من جوه ومن بره، ولما ادخل ده كمان فيعتبر بقت فاضية جدا ومنظمة. ودي نفس الكلام، منظمة ولذيذة. ناقص دي فاضية شوية، دي خلاص كده اقدر اقفلها عادي جدا. في بس تراب ممكن انضفها. عندي فكرة للجزء ده ان انا ممكن احط هنا النضارات الشمس. انا جبت النضارات وهحط 2. دي تجربة بقى، لو نجحت تمام. وهحط النضارة كده. الله عجبتني. هكمل واشوف الشكل. ماشي، هحط النضارة كده. نظمت كل حاجة، كل ده بالدبابيس دي. الفكرة دي تبقى حلوة قوي لو انتوا زيي بتحبوا تبقى كل حاجة قدامكم عشان ما تنسوش ان انتوا تستخدموها او تقدروا تختاروا بسرعة. بس طبعا كلهم جنب بعض ممكن شكلهم يبقى مش احسن حاجة، فلو تبعدوهم عن بعض يبقى احسن لو هتعملوا كل الافكار يعني. بس ده شكلهم. ده بوكس اشتريته عادي، ودي عملتها ودي عملتها.